أبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. اللهم اغفر لكل من قال لا إله إلا الله. كالتالي نسمع ونشوف. والله ما هلعب واقع، والله ما هلعب واقع. تايم اوت تايم اوت تايم اوت. حضرتك رئيس البعثة وشفت اللي حصل في الاهلي، ما كنتش تعمل كده. والله ما هلعب واقع، بحلفك بالله. والله ولا كوره هيقوم حالا. على ايه الادب؟ عمر اتكلم على مين يا عم انت؟ ولا بالمضرب في وشك. اتكلم على مين انت؟ اتكلم على مين؟ لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده المغرب نجح، عشان كده احنا فشلة. احنا المنظومة الرياضية كلها عايزة تتنسف نسف، من أول راس الكبيرة، من أول الوزير لحد أقل واحد. مفيش واحد فيهم يستاهل المكانة اللي هو فيها. 1000 مليون مبروك لاخواننا المغاربه الاول. ونبتدي الحلقه، وحلقه مهمه جدا يا جماعه، وعايزين ما ننساش اللايك والشير والاشتراك والحركات، واللي ما اشتركش يشترك، والتعليق الجميل. اهم شيء في الفيديو هو التعليق، وصلي على النبي في التعليقات، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وعدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركة والسكون وعدد ما أحاط في علمه المكنون، صلاة لا تعد ولا ترد ولا يعرف مقدارها أحد يا من صفاته. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمان من العذاب ونصيب من الجنة. ونسألك بعزك وجلالك رؤية وجهك الكريم. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا ومدهم بمدد من عندك وزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائك وأعداء الدين. اللهم آمين يا رب العالمين. هنتكلم على الفيديو بتاع عمر عصر وتنس الطاولة وابن رئيس الاتحاد الزملكاوي. بس احنا الاول لازم نبارك لاخواتنا المغاربه، اخواتنا المغاربه اللي هم ابطال العالم، ابطال كاس العالم تحت ال20، وقبل كده الرابع على العالم. مفيش حاجه اسمها صدفه، مفيش صدفه. ابطال افريقيا تحت ال23 مش صدفه. انهم يلبونا 6-0 في الاولمبياد مش صدفه. انهم يعتمدوا على الكفاءات مش صدفه. مش اللي بيعتمدوا على اهل الثقه، دول ناس بتعتمد على اهل الكفاءات، عندها عدل مش عندها ظلم، عندها ناس محترمه في التحكيم مش عندها وجيه، مش عندها مجاهد، مش عندها اولياء العاملين بتوع الحكام، حكام فسده وابناء افسد للتحكيم. ما عندهمش الكلام ده. ما عندهمش رئيس اتحاد كان طالع بفضيحه في كاس عالم اللي فاتت فيجيبوه تاني. ما عندهمش وزير الدوره الاولى بتاعته فشل في فشل في فشل فيجيبوه تاني. لا المغرب اكبر مننا ولا احسن مننا، مع احترامنا لاخواتنا المغاربه. شابوه، انا بقدركم وبحترمكم، لكن احنا مصر المفروض على الاقل نبقى ماشيين جنبكم، مش نبقى احنا في الديل، مش نبقى احنا في القاع. لا، احنا مش اقل من المغرب. المغرب شرفتنا. كل اخواننا المغاربة 1000 مليون مبروك. عندكم ناس محترمة، عندكم مدربين محترمين، مش مدربين مفوتتية فيدوهم المنتخب. مش اتحاد يقول للمدرب بس انت تأهل لكاس العالم شكرا اتعشت تأهل بس. لكن دول ناس احنا بنحتفل عشان تأهلنا لكاس العالم، حفلة 3 ساعات قناة شغالة ومذيعين ومعلقين ومطربين وبتاع عشان تأهلنا لكاس العالم. دي ناس بتاخد كاس العالم، مش فاضية للاحتفالات. ناس بتحترم ذاتها وبتحترم نفسها وبتحترم شعبها. فين مجلس الشعب؟
فين مجلس الشعب بتاعنا اللي يقول ان المفروض ان المادة الخام للفشل اللي هو الزمالك ما يتاخدش منه اي مسؤول؟ ده نادي فاشل، فاشل اداريا، فاشل قرويا، فاشل انشائيا، فاشل ارضيا، فاشل سماويا، فاشل في كل حاجة. نادي فاشل. تحط لي على راس كل اتحاد لاعب زملكاوي سابق يبقى رئيس الاتحاد؟ يعني انت بتدور على الخام الفشل بتقسمه على بقيه الاتحادات بدل ما اخد من النادي الوحيد اللي ناجح. ده المفروض انك انت تاخد منه ده توزع. عايز انجح اتحاد الكره اخد منه واحد اتحاد، عايز انجح احنا قلنا ان كل الاتحادات قعد معاها السيد الوزير وظبط الدنيا قبل الانتخابات اللي فاتت، وقلنا ان هو حاطط في كل حته اهل ثقه مش اهل كفاءه، اهل ثقه مش اهل كفاءه. ولذلك احنا هننزل واتفرجوا على المنتخب القومي في كاس العالم، اتفرجوا عليه في الامم الافريقيه. فرق ايه اللي احنا اتأهلنا على حسابها يا جماعه؟ احنا ما تأهلناش على فرق، احنا تأهلنا على مراكز شباب. احنا بنحتفل عشان اتأهلنا من ضمن 9 في افريقيا ومجموعتنا مراكز شباب. قول لي على فرقه فيهم عليها الطلة، مفيش. المغرب النهارده بتدغدغ الدنيا. لا ويجي ناس تقول لك ايه زملكاويه طبعا بيطبلوا لاصحابهم الفشله، يقول لك ان فوزي لقجع بياخد راي هنا بوريده في امور كثيره. بياخد رايه في ايه؟ في ازاي تكون فاشل بدون معلم؟ يعني مين اللي ياخد راي مين؟ يعني هل الزمالك او الاهلي قصدي ياخد راي الزمالك في الاداره؟ بالعقل كده يعني ازاي اللي فوق ياخد راي الفاشل؟ ده مش تحته. يعني هنقول ممكن تكون ايه تدريجيا، لكن ده فاشل وده ناجح. يعني هياخد رايه في ايه؟ في الفشل؟ انتوا تعرفوا ان المغرب فازت على البرازيل، على المكسيك، على فرنسا، على الارجنتين. عارفين يعني ايه فازت على الفرقه دي؟ مش احنا بنتأهل على حساب فرقة ام احمد وام حسين وام جلامبو والرز الصيني والبط القيني وفرحانين قوي، وبنعمل حفلات ونصرف عليها فلوس وملايين، ومجلس شعب المفروض ان هو بيخاف على الشعب. احنا جايبينه عشان يخطط للشعب. الشعب عايز ايه؟ عايز المنتخبات بتاعته تبقى في احسن الاماكن. انت تحط لي على راس كل اتحاد واحد فاشل ليه ما يبقاش في اوامر ان الانديه الناجحه هي اللي يتاخد منها العناصر دي؟ ليه حرام؟ احنا هنتنا عايشين على 7 ابطال افريقيا اللي هي ابطال افريقيا بتاعت مصر والرقم القياسي وبتاع، وناس كل 4 سنين في كاس عالم، كل 4 سنين في كاس عالم. شيء طبعا يفرحنا بالنسبه للمغرب، لكن يخلينا عايزين نجيب ابائيب نلطم بالابائيب على دماغنا. احنا فين يا جماعه من الناس دي؟ احنا فين؟ هنتكلم بقى على اوروبا وبتاع، دول مش اوروبا، دول افريقيا. المغرب دي في افريقيا والله العظيم، مش في اوروبا ولا حاجه. حتى البنيه بتاعت الوزير وهنا بوريده كانوا بيتكلموا على استضافه كاس العالم اللي هي بتاعت السعوديه، ان احنا انت عندك ملاعب يا راجل. ده انت كل شهرين يجي اصلاحات في استاد القاهره، كل 2-3 وقف شهر، كل 2-3 وقف شهر. انت عندك استادات فين انت الاستادات بتاعتك؟ فين البنيه التحتيه اللي عشان تستضيف كاس عالم؟ فين شغلك في اي حته يا راجل انت بتروح تحتفل بس وخلاص. حاجه تحزن. لكن احنا فرحانين لاخواتنا، احنا بنتكلم على نفسنا يا جماعه. الف مبروك، تستاهلوها عشان انتوا رجاله، عشان انتوا عندكم واحد فوزي لقجع ده بيشتغل لمصلحه البلد مش لمصلحه فرق. ويا ريتها فرق ناجحه، دي فرق فاشله، فرق بتستنزف اموال البلد، فرقه بتستنزف اموال البلد، اموال الشعب اللي تعبان، اللي ظروفه تعبانه، عماله تاخد مليارات وترميها. يا ريتها ناجحه، يا ريتها بتجيب حتى بطوله ام حسن. ما بتجيبش. ده بس فرحانين
بالبيراميدزاويه. طيب نتكلم على خناقه عمر عصر مع ابن رئيس الاتحاد اللي هو محمد اشرف حلمي. نشوف الفيديو دوت واحنا بنتكلم كده يا جماعه. الولد اللي هو اسمه محمد اشرف حلمي دوت، اشرف حلمي ده كان لاعب في نادي الزمالك رئيس الاتحاد. طبعا انتوا عارفين ان هم بينقوا يعني. الواد بيتكلم بكل يعني كل جبروت. يعني عمر عصر ده اسطوره. الولد مش مصنف، ملوش ان هو يروح البطوله الافريقيه، ملوش قدامه بتاع 20 واحد عشان يروح قبله. ومع ذلك بيتكبر ان هو يسلم على احمد وهو بيلعب المباراه. اصحاب احمد عصر بيحيوه وبيشجعوه وهو بيرفض. بيتكلم بمنصب ابوه، وابوه امبارح لما استضافوه يقول لك ايه؟ هو ابن غلطان بس عمر عصر غلطان عشان وقف المباراه. يا راجل يبقى ده غلطان وده غلطان وده زي بقى وانتهى الموضوع. ابنك يروح ليه؟ ابنك بأمارة ايه يروح البطولة دي؟ ده راجل مش مصنف، مش موجود اساسا، في ناس اولى منه تروح، هو يروح ليه؟ بتاع ايه؟ مين بقى اللي يسأل الناس دي؟ المفروض الوزير، لكن الوزير هو اللي حاططهم. الوزير هو واحنا عايزين بقى نتقدم والانجازات، وكل ما يطلع بقى الوزير يقول لك احنا عملنا وسوينا. تشوف كده ما هو نعمة يعني. انت بتكلمنا عن حاجات حاسس انها سراب. انت عمال تقول لي انجازات. يبقى انا اتعميت يا جماعه، انا مش شايف انجاز. انت عمال تحكي لي حواديت. انجاز ايه؟ انجاز انك انت رايح الاولمبياد بواحده حامل وواحده مش عارف عليها ايه وواحده مش عارف ايه وبتاع ايه، واللي كسبوا الميداليتين بيتدربوا على حسابهم، ما لهمش اتحاد. اللي كسبوا الميداليتين ما لهمش اتحاد، بيكسبوا على حسابهم الشخصي. ناس ربنا مقدرهم وبيصرفوا على نفسهم ونجحوا في البطوله، هم دول الميداليتين. لكن انت بتصرف على مين؟ بتصرف على فشله، زي ما بتصرف كده على الزملكاويه بس. مفيش غير كده. الزمالك اساسا موجود امتى في تنس الطاوله؟ امتى كان موجود؟ ده طول عمره الاهلي، ومن 2-3 دخل الانبي معاه. زياده عن كده مفيش. الزمالك عمره ما كان موجود في تنس الطاوله. ليه بقى انت مدخل ابنك ليه؟ انتوا ما بتتكسفوش يا جماعه؟ يعني انتوا يعني مش خايفين من حد يعني ولا يهمكم؟ طبعا رجل الاعمال ياسين منصور طلع امبارح واتكلم كلام عشان الخضري، بس عشان الخضري يتبط شويه ويهدى كده وينظف الحته اللي جوه دي عشان السواد اللي في قلبه ده. طلع استاذ ياسين منصور قال لك ان الخطيب جاله وقال له تيجي تمسك رئاسه النادي. اللي بيقول لك ازاي ده ومش ازاي ده، يافطه ايه ومش يافطه ايه، واقول لكم حكايه اليافطه. قال له ما اقدرش، ما تجيبنيش كده من الدار للنار، ما تجيبنيش كده من بره امسك النادي. انا على الاقل عايز 3 اشهر 6 اشهر عشان اعرف اتصرف ازاي، يعني اغش منك حتى، يعني اتفرج كده انت بتاخد القرار ده ازاي وبتاخد القرار ده ازاي وبتاخد القرار، فانت تدخلني نائب وانا اراقب. ده كلام معقول؟ يعني الراجل كان طالبه كرئيس للنادي يا خضري، وقال لك ان انا بعدت عن النادي عشان كان عندي شغل وضغط شغل جدا 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 في الشركه عنده او في الاعمال بتاعته. ده هو عنده مجموعه شركات ربنا يزيده ويوسع عليه، لكن دلوقتي ابنه مسك الشغل وهو مش عشان الاهلي محتاج واحد يتفرغ له فما قدرش يقعد، ومش عشان الموضوع ده لان هو مش هيدي الاهلي وهو كان مشغول. دلوقتي هو فضي ومدي الشغل لابنه. حلو، تعالوا بقى نشوف الاخ الخضري كان بيقول ايه. اصل ده برضه غلطه الاهلي لما هو اتهم الاهلي بفلوس وبيصرفها وبيجيبها منين وبيوديها فين وبتاع مش عارف ايه، واحنا عارفين سكه الفلوس دي. قال له تاجر في الممنوعات يعني ولا ايه؟ قال له ما اعرفش بقى انا مش هقولها. وتوقف شهر. الاهلي ما خدش قدامه قرار قضائي، كان المفروض ده يتحاسب، لكن الاهلي ما بيتكلمش. تعالوا نشوفوا هو كان بيتكلم على ان الخطيب شاف ناس حاطه يافطه ارجع يا خطيب وبتاع، وتاثر باليافطه دي واليافطه دي وبتاع. فالخضري طلع قال لك انا ما شفت، وانت عنك ما شفت
هو المفروض ان واحد شاف حاجه اكون انا شفتها؟ ليه يعني؟ انت مين يعني؟ يافطه في اي حته انت معرض انك انت لازم تشوفها؟ يعني انت لازم تشوفها مع انك مش شفتها؟ يا عم انت مالك؟ احنا عايزينه راجل ناجح، راجل مش فاشل، راجل مش مدين النادي، راجل ما عندناش لاعب بيطالبنا بجنيه، راجل مش مخلينا نشحت، راجل مش مخلينا نبيع الاراضي بتاعتنا، راجل حاصد للبطولات، راجل مكسحكم، راجل شاللكم، راجل مجننكم. انت ايه اللي تعبك؟ تعالوا نسمع الاول. مفيش بيقول انت بتيجي سيره الراجل ده انت هتخليني الراجل ده انا زهقت. يعني هو بيقول انا بتزهق. انا بكلمك تقول لي بلاش، انا بكلمك انت ليه بتتعمل اول ما تجيب سيره؟ انا بقول لك انا ما شفتش شوف حاجه كده وتعمل لي كده. ايه في ايه؟ الله في ايه؟ في ايه بجد؟ انت بقى انت اللي بتشوف لما بتسمع اسمك بتتنرفز ليه؟ عشان خاطر مالك ومال. ما انا قلت 9000 حاجه هي دي اللي وقفت عندك. يعني ايه بسمع انت ايه اللي بيضايقك فيه؟ ان هو الناس طالباه وهو قاعد والجمهور ما عايزه. ايه المشكله في الموضوع؟ ما انا سايبك قصايد مدح. انا بقول لك قصايد مدح يا عم، انا بعرض واقع حصل موجود. اسمع ادي الفرصه للوجه الثاني، فرصه للوجه الثاني. انا بقول لك انا ما شفتش يافطه ولا حد شاف اي يافطه ماشيه في الشارع. ما عندك ما شوف. هو رجع تاني يوم في القرار. ليه شاف يافطه؟ هو شكرت ان انا قلت كده. طب وهي دي اتعاملوا عنه هو بني ادم. طب ما هو بني ادم. لا انت بتعملش بني ادم وانا قلت حاجه مش ناجح. بني ادم الناس بتحس. يا سيدي اعبدوه. ما بنعبدوش احنا، بنعبد ربنا. اعبدوه. حلوين قوي من عودة الخطيب، كانوا عشمانين في ان الخطيب ما يبقاش موجود. ربنا بالينا بيهم. زي واحد زي الغندور اللي بيقول لك ايه، بيراميدز اعاد هيبه ابطال افريقيا. ليه؟ هي كانت فين؟ كانت فين الهيبه يعني؟ يعني ايه اعاد هيبه؟ يعني هل هي مثلا بعيده عن مصر؟ انت بتفهم؟ انت بتفهم يا خالد؟ يعني ايه اعاد هيبه بطوله ابطال افريقيا؟ عادها منين؟ ما الموسم اللي قبله كان الاهلي واخدها، واللي قبله كان واخدها، واللي قبله راحت في الوداد وبعدين واخدها سنتين قبل كده. فين هيبه ايه اللي كانت راحت عشان يعيدها بيراميدز؟ وبطوله بيراميدز ب20 بطوله. هو دايما اقل بطولات اللي بياخدها الاهلي بطوله بيراميدز ب20 بطوله. ودلوقتي بتتكلموا انت والخضري اللي كان بيتكلم على فلوس الاهلي بتيجي منين دلوقتي؟ ان دخل اكتر من 300 مليون جنيه البيراميدز في البطولات اللي خدها ابطال افريقيا وكاس السوبر والثلاث قارات. اكتر من 6.5 مليون دولار او 6 مليون دولار، اكتر من 300 مليون جنيه. يعني دلوقتي بيراميدز يقدر يصرف على نفسه. الله، ده سنه خد 300. امال الاهلي بقى اللي بقى له 10 سنين بياخد ال 300 دي؟ ده غير الرعايات، ده غير البث. وبتقولوا لنا من اين لك هذا؟ يعني مع الاهلي اللي بياخد اكتر من 300 لانه طبعا مطلوب اكتر، وكل المباريات اللي بيلعبها بيبقى فيه رعايات خاصه بهذه البطولات، بيبقى فيه اعلان خاص بهذه البطوله وفي رعاه خاصين. لكن طبعا بيراميدز ما حدش معبره. مين اللي هيرعى بيراميدز في اي بطوله؟ لكن انا بتكلم على الاهلي فوق ال 300 دول كان بياخد قدهم رعايات في هذه البطولات. وتيجي تقول لي من اين لك هذا؟ لكن دلوقتي مع بيراميدز يا ده كسبوا، ده دلوقتي بيصرفوا على نفسهم. منتهى الشيزوفرينيا. مش انت بتاع الشيزوفرينيا برضه يا خالد؟ صح، انت برضه بتاع الشيزوفرينيا. تعالوا نتفرج اخر فيديو معايا يا جماعه للاخ الهجاص. تعالوا كده نشوف هو بيقول ايه. طبعا في ناس كتيره بتتكلم وبتسالني على المدير الفني. لا طبعا هو مش هيبان دلوقتي خالص، ولا بصمته هتبان دلوقتي، ولا امكانياته هتبان دلوقتي. الناس بتقول لك ان هو عايش في المباراه وعمال بيتكلم ويوجه ويصحح اخطاء ايه اللي صححها. لكن انا شايف ان هو فوز باقل مجهود. طب والنبي هو احنا سالنا نفسنا اساسا، احنا كاهلاويه يعني سالنا نفسنا ايه راينا في المدرب ده؟ احنا لسه عارفين حاجه؟ يعني مين سالك؟ اكيد اللي هيسالك اهلاوي، صح؟ ومفيش اهلاوي هيسالك انت. هو طبيعي، ده مدرب اهلاوي يبقى اللي هيسالك اهلاوي. مفيش اهلاوي هيسالك لانهم عارفين انك انت هجاص. ثانيا احنا هنسال عن ايه اذا كان احنا ما شفناش منه غير مباراه؟ انت طالع تهجص، طالع برضه تهجص. مين اللي سالك؟ الناس بتسالني ان انا مش عارف ايه، وكانك انت يعني المسمن القضائي. انت ولا اي شيء بالنسبه للتحليل، ولا تلزمنا ب3 تعريفه.
اخر خبر معايا بقى يا جماعه، حازم امام اتخانق مع نيك فيريرا، ونيك فيريرا ما كانش بيعبره، ما كانش بيخليه يحضر التدريبات، وراح اتقمص حازم امام ومشي، وقالوا لك ان هو عنده الانفلونزا، وبعد كده قدم استقالته، قالوا بركه يا جامع، ما الراجل مش عايزه. وطبعا ارتاحوا منه، وحازم امام قال لك ان انا مش هتكلم. طبعا اول لقاء هنسمع بلاوي، هيتكلم بدل فيها، ده برنامج بيجي عشان انت لازم تتكلم، فممكن يجي في اي برنامج اتفضل اتكلم، هيطلع يتكلم يقول لك انا عملت وسويت وما لقيتش حد ومش عارف. ودي اخر اخبارنا، وقول لي راي حضرتك ايه في الحلقه، واوعى تكون نسيت اللايك والشير. وبالنسبه للناس اللي هي عايزه تشغل عربياتها يا جماعه، عقود شركات من سنه ل3 سنوات، اللي عايز يشغل عربيته رقم الواتس في الوصف بتاع الفيديو. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.